في ترند طلع من فترة على تيك توك، قررت أجربه. الوصفة طريقتها سهلة وبسيطة وطعمها طلع خطير. هنعمل النهاردة مع بعض بيج ماك تاكو مع صوص البيج ماك. بتبقى بنفس مكونات ساندوتش البيج ماك بس بخبز التورتيه. أول حاجة هنجهزها صوص البيج ماك، علشان لازم نسيبه الأول في التلاجة شوية قبل ما نستخدمه. في طبق فاضي هنحط نص كوباية مايونيز ومعلقتين كبار كاتشب ومعلقة كبيرة مستردة، عليهم رشة ملح وفلفل ونص معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقتين كبار بصل أبيض متقطع مكعبات، وعليهم معلقتين صغيرين خيار مخلل متقطع مكعبات. هنقلبهم كويس جدا مع بعض، وكده الصوص بتاعنا يبقى جاهز. هنغطيه كويس ونحطه في التلاجة. هنجيب حوالي نص كيلو لحمة مفرومة، وناخد بالنا انها ما تكونش لحمة حمرا، ولازم نسبة الدهن اللي فيها ما تقلش عن 20 ل 25%، يعني ربعها تقريبا. وده بيخلي اللحمة لما نحطها في الطاسة ونسويها ما تنشفش وتفضل ماسكة نفسها، وفي نفس الوقت تكون طرية وجوسي. هنقسمها ل4 كرات ومش هنضيف عليها اي حاجة دلوقتي. هنجيب خبز التورتيه مقاس صغير، وعايزة اقول لكم ان تورتيه دي كلمة اسباني، لما بتتكتب بالانجليزي بيبقى فيها دبل ال، واللي في اللغة الاسبانية اصلا بينطقوا الدبل ال يا، فالنطق الصح بتاعها تورتيه مش تورتيلا. هناخد كورة من كرات اللحم اللي عملناها ونفردها على واحدة تورتيه بالشكل ده، ونحاول على قد ما نقدر نوصلها للأطراف علشان نعمل حساب لدهون اللحمة لما تنزل منها وحجمها يقل شوية، مع رشة ملح وفلفل أسود. هي دي كل البهارات اللي هنستخدمها. في طاسة سخنة هنحط زيت وزبدة، وهنحط التورتيه على الوش اللي عليه اللحمة الأول. هنسيبها تقريبا دقيقة ونحاول نضغط عليها بالشكل ده. بعد كده هنقلبها على الناحية التانية. شايفين شكل اللحمة حلو ازاي؟ هنحط شريحة جبنة ونهدي النار ونغطيها تقريبا لمدة دقيقة، وبكده التورتيه بتاعتنا تكون جاهزة علشان نحط عليها باقي الإضافات. خس متقطع مع شرايح بصل أبيض وخيار مخلل، وآخر إضافة هتبقى صوص البيج ماك اللي عملناه قبل كده، مع شوية بطاطس محمرة. وفي حركة بحب أعملها جدا، بجيب كيس شيبسي صغير وأفرفته أرشه على البطاطس المحمرة بأي طعم أنا بحبه. وبس كده. عايزة أقول لكم إن الطعم بالنسبة لي أحلى بكتير من اللي بجيبه من بره. عايزاكم تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم الوصفة متنسوش تعملوا لها لايك وشير.